بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلام. كل سنة وانتم طيبين، وعود عليكم الأيام بخير، وعلينا وعلى أمة محمد، اللهم آمين. كده بقى جايلكم اهوت. كان بفرح اللي احنا نزلنا الحنة بتاعته، بس انا ما صورتش الدخلة ولا صورت حاجة، محدش رضي يخليني انزل. قالك لا العروسة عشان ما تبانش والعروس ما يبانش، ما رضيتش. صورت الطباخين كده وهم جايبينهم بيشوا لحمة وبيعملوا رز بسمتي وبيطبخوا، يعني الناس هيتعشى عندنا هنا. احنا هنا كده بلدنا بنعشي الناس، يعني بنعمل في الافراح عشاء لحمه وكفته ورجوج حادق ورجوج مسكر، زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي كده معايا الفيديو. صلوا على النبي كده وزيدوا النبي صلاة. زي ما انتوا شايفين كده اللحمه ديت انا مصبعاها، اقسم بالله العظيم انا قعدت اصبع فيها، بس الحته اللي انا بصبع فيها جاي حواليا ناس بيعملوا معايا، ما ينفعش انزلها لان الفيديو ده مش بتاعي انا لوحدي، في ناس معايا فيه، وانا مش عايزه يعني انزله وحد يجي لي يتكلم. اوريكم اهوت كده، احنا والله رصيناها على بعضها اهيت اهي. اللحمه هناك اهيت، دي الكفته والتشت اللي احنا عملناه، ودول رز اهوت. بقول لك دول رز البسمتي. هو بيضحك بيضحك وانا بصوره، وبيقول انت بتصوريني؟ كنت اصورك في حتى تلاقي حد يصورك زيي. دي الطباخ، هما تلاتة اخوات مع بعض اهو. وهيجيب لك الكفتة، هيجيب لكم الكفتة اللي هي بتخديعة ديت، اللي هي اللي مدورة دي، بيسموها الشيخ زايد ولا الشيخ زايد. هنا بيقولوا زي اسمها، قال الشيخ زايد. هنا هيت اهي عملنا بتخديعة زي ما انتوا شايفين كده، وعملنا الطحينة كمان اهيت بقى نسويها على النار، وبقت تلف هيت اهي. وادي بسلة هيت بالدمعة، حاطين فيها برضو لحمة زي ما انتوا شايفين. كل حاجة كده اقسم بالله زي ما هو دي اللي اتعمل كله. والحلويات طبعا انا ما صورتهاش، عملناها بس ما انا ما جيت الصبح كانوا هم عملوها وعطب يعني قفلوها وعنوها. ادي اهوت، دي اللحمه قطعوها اهيت ومسكوها حطوها في صلصه كده، وراحوا ماسكينها حاطينها في قلب النار مشوحينها اهي اهي. وادي الجلاش اهوت، جلاش مسكر وجلاش حادق. دي المسكر اهو زي ما انتوا شايفين كده، ودي اهو دي المسكر اهو، وده الحادق باللحمه المفرومه. ودي الشيبس كده بنفتحه اهوت زي ما انتوا شايفين كده، هنحطه في قلب الطبيقه مع الاكل ومع كله بقى. دلوقتي برضك هنعبي لكم الطبيقه كده ونوريها لكم زي ما احنا بنعبيها عندنا، بنعملهم وجبات. دي هي دي الكفته كنت بعمل معاه برضو، سبتهم وجيت اصور، قلت والله انا مصوره اهو. كده بيقطع لنا دهوت بتاع السلوفان عشان هنغطي بيه الطبيقه كده اهوت، بيقطعها اهي وبيعبي الطبيقه وجبات، عشان يعني الناس اللي هتيجي تاكل والناس اللي هتتوزع عليها في قلب جيراننا وفي بلدنا كده وفي قلب بلدنا اهو. اللي بيفوت احنا بنفرجه بعد العريس ما بيخش كده زي ما انتوا شايفين اهوت. هو بيحب اهو بيحط حتة كفتة على حتة لحمة، وبيعبي برضو رز في الأطبقة التانية وعلى علبة حلويات، وبيحط قدام أي حد بياكل اهوت زي ما انتوا شايفين كده اهو اهوت. كده في واحدة بقى وراها وانا مش عايزة تيجي، فما اقدرش اجيب برضو، ما فيش حد عايز يجي ما اقدرش اغصب عليه. ده يعني مش حاجة عافية، لا ده حاجة بالرضا وحاجة يعني بالتراضي. ما انا ما اروحش اصور واحدة واجيبها وانزلها وتيجي تشوف نفسها تيجي تمسك فيا، مش مستاهل. زي ما انتوا شايفين كده الطبقة بتاعتنا بتاعت الفرح بتاعنا اهوت اهو. والحلو بتاعنا احنا عملناه برضو حلويات وعيناها. هو على ما جيت الساعة 6 الصبح عمل معاه لقيته خلصها وعنها. هات يا عم اصور، قالك مش هنطلعها. شوفوا حته اللحمه قدين كبيره اهي، خرطة اللحمه كبيره زي ما انتوا شايفين كده. عمال نعمل معاه وسبت التليفون برضو ما خدش حد يصور لانهم واقفين في ريحه عمال برضو بغلفهم اهمت. قلت لا انا بقى اصور براحتي كده ما اجيبش حد. دي بيعملوا كده للاطفال
مفيش طبيخة صغيرة دورنا عليها لما شبعنا، ما لقيناش الصراحة. جبنا بقى كده ورق السلوفان عملناه، عبيناهم فيه. ودي اللحمة هي بشوحها كده، هي برضو بتغذية عشان